من شويه كنت بسكرول على الموبايل فلقيت سؤال غريب قوي موجه من اب لاخصائي تعديل سلوك، بيقول له ان بنته اللي عندها 14 او 15 سنه، يعني بنت في مرحله مراهقه، بتكلمه باسلوب مش كويس وبترد عليه بصوت عالي. فكان رد الاخصائي ان انت مش هتكمل معاه مناقشه ومش هتاخد معاه اي اجراء، انت هتقول لها انت دلوقتي متعصبه او اسلوبك مش كويس، هتسيبها فتره لحد ما هي تهدى وانت كمان تهدى وتبدا تتناقش وتتكلم معاها. بعد اذن التربيه الايجابيه، ايه اللي يوصل بنت بالغه كبيره فاهمه ان هي تتكلم بالاسلوب ده الا اذا كانت بتتعامل بعنف في البيت جامد جدا، فما عادش فارق معاها العقاب اللي باباها هيعاقبه لها، او بتتعامل بتساهل قوي فمش شايفه حد. ما ينفعش البنت ترد على الاب اللي هو ولي امرها بالاسلوب ده ويبقى رد الاب انا هستنى لما انت تهدي واكلمك. مش عارفه ايه التصرف الصح، بس ما اعتقدش هيبقى ده التصرف. اعتقد كان الاخصائي ممكن يقول له انت تجيلي استشاره او هنتكلم في الموضوع باسلوب متخصص عن كده، لكن مش دي النصيحه العامه اللي تتوجه لبنت في السن ده تكلم ابوها. ما ينفعش. الجيل الموجود دلوقتي بقى هش قوي وفي كميه قله ذوق عاليه جدا. في ناس بتتكلم في التربيه الايجابيه باسلوب لايق قوي ويحترم، ومنهم شخصيات معروفه، وفي ناس بتعجن. يا جماعه مش كده. الحدود في التربيه بتبقى واضحه ومعروفه. في حاجات ما ينفعش نتعامل معاها كمان شويه، لازم التعامل معاها وقتيا على محمل الجد. التعامل ازاي والطريقه ازاي، اخصائيين تعديل السلوك هم اكتر حد ممكن يفيدوا في حاجه زي كده. بس ما اعتقدش ابدا ان بنت تكلم باباها بالاسلوب ده يقولها روحي وهكلمك كمان شويه. ولو وصلتك المعلومه بالطريقه اللي تحسسك ان فعلا التربيه الايجابيه محتاجه شويه تعديل وبهارات زياده، اعملي لي فولو دكتوره اماني كمال.